ايه القرف ده؟ انت مقرفة بالشكل ده؟ لا يمكن يكون شكل واحدة ست، ده قرف قرف. وتبدأ تعيط من كلامه. اخرسي، انا مش عايزة اسمع عياط، انت فاهمة؟ اخرسي خالص. مش كفاية اني هكون مستحمل ابص في وشك المقرف ده؟ انت شفتني وعارف، وانت اللي قررت تتجوزني، وجوازك مني كان بالعافية كمان. بقولك اخرسي خالص، انا مش طايقة ابص في وشك اصلا. ارجوك بلاش توجعني بالشكل ده، ارجوك. بقى انا على اخرة الزمن اتدبس في واحدة زيك انتي؟ بس اعمل ايه؟ عملت كده علشان ما اروحش في 60 داهية بسببك. وراح مسكها من شعرها جامد. اوعي تفكري تلعبي معايا، انت فاهمة؟ سيب شعري، حرام عليك. انا لسه لحد دلوقتي مش قادر اصدق ان انا اتجوزتك اصلا. اتجوزت من مين؟ من واحدة مقرفة. اخرس، حرام عليك، ده مرض، انت بتعايرني بمرضي؟ وانا ذنبي ايه في مرضك المقرف ده؟ انت وافقتي على الجواز مني مش خوفا على اهلك، لا، عشان انت ما صدقتي ان حد بصلك اصلا. مش هسمح لك تهين فيا، انت فاهم؟ انا استحاله اسمح لك تعمل كل ده فيا يا صقر، واسكت، وشكلك ما تعرفش انا مين، انا روح مهاب عاصم الحديدي. وايه يعني؟ اعمل لك ايه يا روح مهاب عاصم الحديدي؟ وانا صقر الراوي. صدقيني، حياتك معايا هتكون عذاب في عذاب يا روح، وهتشوف العذاب على حق هيكون عامل ازاي. وهتشوف ان انا استحاله اسمح لك تعمل فيا كده يا مجرم، انت اصلا مجرم، وانا هسجنك بايدي. وراح مسك ايديها جامد. سيب ايدي. قولي كده تاني بقى، انت ناوية تعملي ايه؟ سيبني بقولك. اياكي تقفي في وشي، انت فاهمة؟ مش كفاية ان لبست لابسة زي دي؟ هو انا كنت ناقص؟ انا صقر اللي اول ما شفتي وشي اتصدمت من الاخر. اصوم اصوم وافطر عليك انتي. وخرج وسابها وهي فضلت تعيط. انا لازم امشي من هنا، لازم اهرب من هنا، ما ينفعش افضل تحت ايد المجرم ده، ما بقاش روح لو ما سجنتكش بايدي. وهو نزل تحت في البار ونزل يشرب. اضمن لك حياة عيسى معايا يا روح. مش بعيد تموتي من غير ما اقتلك اصلا. لازم تموتي بالحسرة. ده جزات كل واحد يفكر يقف في وش صقر الراوي. وفضل يشرب زي المجنون. وبعد كده طلع لها الأوضة فوق وفتح الباب عليها على طول. ايه ده؟ في حد يدخل كده؟ انا حر، اعمل اللي انا عايزه، انت مين اصلا عشان تقوليلي اعمل ايه وما اعملش ايه؟ وراح قرب منها وهي تخاف منه قوي. في ايه؟ انت عمال تقرب كده ليه؟ ابعد عني، انت عمال تقرب كده ليه؟ وراح قرب منها وبسها وهي تتصدم. وبعد كده بعد عنها وفضل يضحك. عطفت عليكي يا حرام. شفتي لما صدقتي ان انا اقرب منك ازاي يا حلوة؟ وبدأتي تكوني في عالم تاني خالص كمان يا حرام. انت حقير. وضربته بالقلم على وشه. انت ازاي تمدي ايدك عليا؟ انت عارفة انت عملتي ايه؟ عارفة، وهعمل ده تاني لانك حقير. انا حالا ممكن اقطعلك ايدك اللي اتمدت عليا دي والله العظيم. بتحلم يا صقر. بحلم؟ لا خالص، مش بحلم على فكرة، لا بتحلم، وانا عمري ما هسكت لك وهفضل واقفة في وشك. يبقى بتحفري قبرك، محدش عالم مين ممكن يدفن مين الاول. انت يا روح، انت يا مجرم. وراحت قعدت على السرير علشان تنام. بتعملي ايه؟ هنام اكيد، مش ناوي اخد سيلفي مع السرير. مفيش نوم على السرير. اه ده عند مترتر. وراح نام جنبها. قوم من جنبي. دي اوضتي انا اصلا، بقولك قوم من جنبي. لا، قوم. وفضلت تزق فيه لحد ما وقعوا هما الاتنين على الأرض. وهي بعدت عنه بسرعة. إياك ثم إياك تفكر تلمسني تاني، أنت فاهم؟ وطلعت على السرير علشان تنام وهو نام جنبها. ونروح في القصر. عشق كانت قاعدة في الأوضة وعمالة تعيط. بنتي يا مهاب، بنتي ضاعت مني كده خلاص. لا يا عشق، روح راجعة إن شاء الله. أنا خايفة أوي على بنتي، أنا عايزة بنتي يا مهاب. هي فين؟ معقول مخطوفة؟ ايه مخطوفة؟ ايوه بنتي ما ماتتش، انا متأكدة يا مهاب، اكيد حد خطف بنتي. الشرطة قلبت الدنيا ومحدش خالص ساكت يا عيش، وان شاء الله نعرف مكان بنتنا فين. يا رب. انا هموت من خوفي، انا مش قادرة استحمل حاجة خالص. مفيش حاجة هتحصل وحشة يا عيش. يا رب. ومر اليوم بشكل طبيعي من غير اي احداث تانية جديدة. وتاني يوم روح صحيت وبصت لقيت صقر نايم جنبها والمفاتيح معاه. دي فرصتي، انا لازم اهرب. خدت المفاتيح ونزلت على تحت. انا ما ينفعش افضل هنا ثانية واحدة. وهو يصحى وما يلاقيهاش جنبه وما يلاقيش معاه المفاتيح. ايه ده؟ قام نزل بسرعة بس هي كانت فتحت باب القصر وخرجت. انا لازم اهرب، ساعدني يا رب، خليك معايا. وكانت عمالة تجري وهو بيجري وراها في الشارع. اوف يا روح، هتروحي مني فين يعني يا غبية انتي؟ مش هسيبك تدمر حياتي، انت فاهم؟ مش هسيبك.
اقفي واعرفي انك كده بتعرضي اهلك للخطر. انتي ما تعرفيش انا ممكن اعمل فيهم ايه. مش هتعمل حاجة ولا هتقدر. وكان في عربية جاية بسرعة. روح. وهي تتخض وراح جري وشدها عليه ووقعوا هما الاتنين على الأرض. انت كويسة؟ سيبني. مش هسيبك يروح بعد اللي حصل منك ده. بطل جنان، سيبني وابعد عني. مسكها جامد ودخل القصر وقفل كل الأبواب. حرام عليك، سيبني بقى. انت ايه يا أخي؟ أكيد أهلي خايفين عليا. علشان تعرفي تهربي بعد كده كويس. ونزل بالقلم على وشها. إياك ترجع تمد إيدك عليا تاني، انت فاهم؟ أكسر لك رقبتك كمان. حرام عليك. اخرسي. انت ليكي عين تتكلمي وانت وشك كده مقرف ومقرفة وكل حاجة فيكي مقرفة. ليه يا عينو هتكلم وانا مش مقرفة؟ يا حرام، بتحاولي تدي ثقة لنفسك، صعبانة عليا والله. ليه؟ على اساس عندك قلب قوي؟ سيبنا لكم انتوا القلب ده. والله. اه، وحسك عينك تفكري تطلعي برا القصر، انت فاهمة ولا لا؟ لا مش فاهمة ومش عايزة افهم. اسمعي الكلام احسن لك وادخلي يلا اعملي لنا اكل. فاكرة نفسك عروسة بجد ولا ايه؟ ولا على ايدك نقش الحنة؟ لا يا شاطرة، فوقي كده. وشدها ودخلت المطبخ وزقها وايديها اتخبطت في الحيطة وبدأت تنزف. راح جاب لها علبة الإسعافات الأولية ورماها في وشها. نضفي جرحك. أنا بكرهك. بكرهك أكتر يا حلوة. مش هسيبك في حالك يا صقر والله العظيم. طيب أنا مستنية أشوف ناوية تعملي فيا إيه يا روح. نص ساعة ولاقيكي مجهزة الأكل عدل، انت فاهمة؟ وخرج بره قعد قدام التلفزيون. وهي طلعت الأكل وبدأت تعمله وحطته على النار وطلعت علشان تاخد شاور. ونزلت لبست أي حاجة لقيتها قدامها ونزلت علشان تغرف الأكل. الأكل جاهز. لا عملت على الوقت. كل. اقعدي انت كمان كلي، ماليش نفس. بقولك اقعدي كلي، هو كله تهديد تهديد؟ اه ويلا. وبدأ ياكل وحس ان الأكل طعمه حلو قوي. وهي بقت تبص على علامات وشه باستغراب. بعد كده حدف الأكل في وشها. شبه وشك المقرف. وشك مقرف زي ده هيطلع منه ايه؟ وهي فضلت تعيط. عاملة فيها ست بيت وانت واحدة مقرفة وفاشلة. ودخل على أوضة سرية في القصر وقفل عليه. وهي حست ان جسمها اتحرق من الأكل. طلعت على الأوضة فوق ولقيت جسمها أحمر وجابت مرهم وبدأت تحطه عليه. وهو كان في الأوضة دي ومش عايز يخرج منها وكان قاعد سرحان. وبعد شوية خرج من الأوضة وطلع على فوق وبصلها وهي بصت الناحية التانية. لو خايفة على نفسك مني تلاشيني يا روح. ما بخافش غير من اللي خلقني وعمري ما خفت من بشر. طب خافي مني بقى. ده ولا في أحلامك ممكن يحصل يا صقر. هيحصل وهتخافي. اه معلش احلم براحتك، ماله، ليك حق تحلم. مش حلم، ده هيكون حقيقة يا روح. وضحكت عليه. طب ما بلاش ضحكة السخرية دي احسن تشوفي بقى انا ممكن اعمل ايه. هتعمل ايه؟ وراح قلع التيشيرت بتاعه. انت قلعت ليه؟ وراح بدأ يقرب منها وهي تخاف منه. ايه؟ انت عايز ايه؟ ابعد عني. ايه مش مراتي؟ جوازي منك باطل باطل يا صقر. لا مش باطل يا روح. باطل. اللي يجي بالغصب بيبقى باطل. زي ما الجواز جه بالغصب ممكن حاجات تانية تيجي بالغصب برضه، ولا ايه؟ لا لا مش هسمحلك بكده، ابعد عني، اوعى تقرب مني. وقرب منها وبسها. وهي راحت زقته جامد. اوعى تفكر تقرب مني، انا بقولك اهو. انا لو عايز اعمل ده هعمل كده يا روح. لا اياك، انا بقولك اهو، اوعى تفكر تلمسني، ما تجيش جنبي. ليه بقى كده؟ ما ينفعش، مش هيحصل. هيحصل، وانا اللي اقول ايه اللي يحصل وايه اللي ما يحصلش. لا مش هيحصل. ونزلت تجري على الصالون تحت. وقعدت وهي متوترة قوي وهو راح نزل وراها. ما هربتش. عارف، ومش هتعرفي تهربي اصلا من هنا يا روح. ما بلاش الثقة دي. صدقني انا اقدر اعمل اي حاجة انا عايزة اعملها. والله. طيب لما نشوف مين يقدر يعمل ايه ومين ما يقدرش يعمل ايه. ادخل معاك انت في تحدي ليه ان شاء الله. ومالها بقى معايا. انتي الطولي اصلا. انا اصلا مش عايزة طول. مين انت وفاكر نفسك مين ان شاء الله؟ لا فوق كده، انت مجرم خطير وانا هجيب لك اعدام. وتكوني ارملة. وبدأ يقرب منها. ايه مالك؟ هو في حاجة ولا ايه؟ بقولك ابعد عني. ايه مالك يا مقرفة؟ مش عاجبك وش الحلو وعايزة وش مقرف زيك؟ والله انت حقير. ميرسي كتير. بارد. بتغلطي. انت فاكر نفسك ايه؟ انا اقدر اعمل اي حاجة. لا يا صقر، ولا تقدر تعمل حاجة. انت حط في دماغك ده كويس. انت ما تقدرش تعمل لي اي حاجة، انت فاهم؟ لا انت ولا غيرك ولا اي حد. انا معايا ربنا. واللي معاه ربنا عمره ما بيخسر. عارف ربنا ولا لا؟ اكيد واحد زيك ما يعرفش حاجة عن ربنا، مش كده؟ روح. روح طلعت فوق وسابته وهو اتجنن من كلامها.
كان فاكر إنها ضعيفة بس طلعت عكس ما هو توقع، وطلع وراها ومسك إيديها جامد. إيدي في إيه؟ صدقيني انت عمالة تغلطي، وده أكبر خطر عليك يا روح. لو شفتي نار صقر الراوي هتكرهي نفسك، ولو شفت نار روح مهاب عاصم الحديدي هتخاف لا تحرقك. اوعي تردي عليا كلمة بكلمة، انت فاهمة؟ اوعى تقف في وشي يا صقر. اخرسي خالص، انا مش عايزة اسمع صوتك، انت فاهمة ولا لأ؟ اخرس انت خالص. تصبح على خير. وراحت تنام، ومر عليهم اليوم بشكل طبيعي من غير أي أحداث تانية جديدة. وصحت وهي مش عارفة تعمل ايه. لقيت سكينة محطوطة في طبق الفواكه، ومسكت السكينة دي وقربت منه. واحد زيك لازم يموت، انت ما ينفعش تعيش. بتعملي ايه؟ نزلي السكينة دي. انت لازم تموت، انت ما ينفعش تعيش. انت انسان حقير، واللي زيك الموت حلال فيه لانك مجرم يا صقر. روح. جنان مش عايز. نزلي السكينة دي بقولك يا روح، انت فاهمة؟ لا مش فاهمة يا صقر، زي ما بقولك لازم تموت وخلص عليك. روح. اخرس، اوعى تجيب اسمي على لسانك المقرف اللي زيك ده، مش عايزة اسمع منك اي حاجة. روح، كفاية جنان قلت. جنان؟ هو انت خليت فيا عقل؟ انت لا يمكن اصلا تكون بني ادم، انت حقير حقير قوي، واستحالة تكون بني ادم والله العظيم. انت فاكرة ان السكينة اللي في ايدك دي ممكن تنهي حياة صقر الراوي؟ تبقى غلطانة، انا زي القطط ب7 ارواح يا روح. هتموت. كان غيري كشطر. انت عارفة قد ايه عايز يخلص عليا ويموتني، ومحدش عارف ولا قدر يموتني. مش صقر اللي يموت على ايد البشر، انا اقوى من اي حد. ليه فاكر نفسك الرجل الاخضر؟ وخد منها السكينة ووقعها. انت عملت ايه؟ عملت ايه؟ ولا حاجة، دي اقل حاجة ممكن اعملها، انا بس عملت ان انت بنت، لو كنت واحد وجاي يقتلني كان زمانه مات. اياك الاقيكي بتعملي الحركات دي مرة تانية، انت فاهمة؟ لا مش بفهم، وهعمل. عادي اعملي، بس اعرف انك في كل مرة قدامي هتكوني خسرانة، وروح عمرها ما تخسر ابدا. وصقري مش بيسيب حد يكسب يا روح مهما حصل. مغرور بايه؟ انا مش عارفة. مغرور انك مجرم وهربان من القانون، وانك اصلا المفروض تكون محبوس. ما كنش المحامية روح لو ما جبتلكش اعدام يا صقر. عايزة تسجني جوزك يا روح؟ مش عيب كده برضو؟ عيب؟ هو اصلا واحد زيك يعرف ايه عن العيب وعن اللي ينفع واللي ما ينفعش؟ واحد زيك انت يعرف ايه عن الضمير؟ قولي. روح. قلتلك اوعى تجيب اسمي على لسانك، انت فاهم؟ هجيب. وانت تعدلي نفسك كده وانت بتتكلمي معايا، انت فاهمة؟ مش هعدل، اعلى ما في خيلك اركبه. روح، بلاش تخليني اتعصب عليكي، والله العظيم انت لسه لحد دلوقتي ما شفتيش وش التاني، فخليني محترم كده. ايه محترم؟ مش قادرة، هموت من الضحك. روح. نعم خير. عايز ايه؟ روح روح. في ايه؟ انت بتحفظ اسمي ولا يكون اسمي عاجبك قوي كده؟ ده شكل اسمي عاجبك. مفيش حاجة عجباني فيكي اصلا يا مقرفة. نزلت تحت وسابته وقعدت تعيط. مالها دي؟ وراح نزل وراها. ممكن افهم انت بتعيطي ليه دلوقتي يا روح؟ مش بعيط، دي حاجة دخلت في عيني بس مش اكتر. لا بتكدبي، انت بتعيطي. قلتلك مش بعيط، وحتى لو بعيط قولي هيكون فارق معاك ايه اصلا؟ اعيط ولا اضحك؟ يهمك قوي دموعي؟ وجعتك مثلا كفل الشر؟ وحضنها وطبطب عليها. اهدي علشان خاطري خلاص. مش قادرة، ارجوك سيبني. سيبني امشي من هنا، وانا مش هقول حاجة عنك، سيبني امشي بالله عليك. روح، ما ينفعش، ارجوك خليني امشي يا صقر، انا مش قادرة افضل هنا ارجوك. روح، قلتلك ما ينفعش، واهدي بقى خلاص مفيش حاجة. هو انت ليه مش حاطط حراسة على الباب؟ صح حاطط، بس امبارح قلت لهم يمشوا، وبعدين محدش يعرف القصر ده، لو حد عرفه يبقى حد من رجالتي خني. خالص. خالص محدش يعرفه. وليه جبتني هنا مش في اي مكان تاني؟ لاني عارف انك مش هتخرجي من هنا نهائي. ومرة واحدة سمع صوت ضرب نار. روح اطلعي فوق بسرعة. في ايه؟ مش بقولك لو حد عرفه يعني حد بعني؟ قصدك ايه؟ قصدي حد من رجالتي خني، اكيد حد بره من العصابات. ايه؟ بقولك اطلعي فوق، مفيش وقت، مهما حصل اوعي تفتحي الباب خالص، انت فاهمة يا روح؟ اوعي تخرجي منه. صقر. يلا يا روح. وراح جاب الأسلحة، وجاب متفجرات. متفجرات يا صقر؟ ودخلوا مجموعة رجالة ومعاهم أسلحة كتيرة قوي. ولبس القناع بتاعه بسرعة قبل ما حد يدخل. يا أهلا وسهلا، جيت أخلص عليك بنفسي يا صقر. لا والله. يا حرام، لا ازاي بقى؟ يا حرام، دي هتكون عليك انت يا صقر دلوقتي. مبروك عليك جوازك من القطة، عرفنا انك اتجوزت. مستعد للموت يا صقر؟ لا ازاي؟ صقر مش بيموت يا فايز، هتموت حالا يا صقر. ووجه السلاح عليه. لو حد هيموت دلوقتي يبقى انتوا. تقتلنا كلنا لوحدك ازاي بقى؟ حتى رجالتك مش هنا، مش محتاج لهم، انا لوحدي كفاية. ولا انتوا مش عارفين صقر كويس؟ وضرب فايز نار على صقر، وبحركة غير مفاجئة شد روح بسرعة قبل الطلقة ما تصيبه. وراح هو ضرب نار عليهم، وقع 4 من رجالته. ايه ده؟
ايه يا فايز، عايز نكمل ولا كفاية؟ مش هسيبك غير لما اخلص عليك. وضرب عليه صقر نار ووقع فايز على الارض. قلت لك يا فايز انا مش محتاج لحد. يلا بينا يروح بسرعة من هنا. على فين؟ يلا مفيش وقت، القنابل قربت تنفجر. ومسك ايديها علشان يخرج، راح فايز مسك سلاحه وضرب طلقة وجت في روح وكانت بتنزف. روح ما تخافيش. وخرج بيها بسرعة قبل القنبلة ما تنفجر وركب العربية. ما ينفعش خالص اروح بيها على مستشفى. لو رحت المستشفى هدخل في سين وجيم. طيب اعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف، مش قادرة. ما تخافيش. وساق بسرعة وراح على فيلا تانية محدش يعرفها وشال روح وطلع بيها فوق ونزلها على السرير. انا اسف، ما ينفعش نروح المستشفى، بس انا اللي هطلعلك الطلقة ولازم تستحملي. وراح نزل وسخن سكينة وطلع ومدلها ايده التانية علشان تمسكها. امسكي قوي في ايدي دي. وحط السكينة على الطلقة وطلع لها الطلقة وعقم لها الجرح وبدأ يخيطه. انا حقيقي اسف قوي ليكي، مش قادرة يا صقر. انا اتضربت بالنار كتير وعمري ما نفع ان انا اروح المستشفى، وكان لازم انا اطلع الطلقة بنفسي. لحد بعد كده ما بقيت كل ما اتضرب بالنار اطلع الطلقة كده. وجاب حقنة مسكنة واداها لها. بعد الحقنة دي مش هتحس بأي وجع خالص ان شاء الله. انا اسف، انا السبب في اللي حصل فيكي كده النهاردة. خلاص مفيش حاجة. مفعول الحقنة هيشتغل دلوقتي. ماشي. موجوعة قوي؟ اه. انا حقيقي اسف قوي ليكي، ما كنتش عايز يحصل فيكي كده بسببي. خلاص مفيش حاجة، انا كويسة. طيب يا روح انا عايزة انام. طيب نامي وانا هنزل اعملك الاكل. ماشي، ممكن تخليك جنبي لحد ما انام؟ حاضر. وفضل جنبها لحد ما نامت ونزل هو المطبخ علشان يحضر لها الاكل. ونرجع قصر الحديدي. كانوا زين وليس قاعدين والحزن مسيطر عليهم. وقربت شوق من ليس وقعدت جنبه. ليس، ما ينفعش خالص الحالة اللي انت فيها دي. مش قادر يا شوق. روح دي توأمي ومش عارف اختي عايشة ولا ميتة، مش قادر اعرف عنها اي حاجة. عايشة بإذن الله. انا خايف قوي يا شوق. روح مش مجرد اختي، لا دي كانت معايا في نفس البطن واتقاسمنا كل حاجة مع بعض. اختي وبنتي وكل حاجة ليا، ومش قادرة اتخيل يكون حصل فيها حاجة وحشة بعد الشر. لا اطمن. يا رب. ليس. وخدته في حضنها وقعدت تطبطب عليه. انت كويس يا ليس؟ انا كويس الحمد لله، وان شاء الله روح تبقى كويسة هي كمان يا رب. وعشق الصغيرة راحت لزين الشغل. عشق، في حاجة ولا ايه؟ في جديد عن روح ولا حاجة؟ لا يا زين، انا جيت اطمن عليك. حاسس اني مش قد المسؤولية. روح اختي صغيرة ومش عارف هي فين ولا عارف حتى اعمل لها اي حاجة. لا يا زين، انت قد المسؤولية. مش واضح يا عشق، مش واضح. انا مش قادرة افكر خالص بجد ومش عارف اعمل ايه. الشرطة مش ساكتة خالص يا زين. ويا ريت قادرين يوصلوا لحاجة. عايزين يخلونا نقتنع ان روح ماتت وخلاص وما بقتش موجودة. طب ازاي؟ لا لا اوعى تقول كده، بعد الشر عليها يا زين. دماغي قربت تنفجر من التفكير يا عش. قوم معايا يا زين، انت اصلا محتاج انك ترتاح. عندك حق. يلا بينا. وخدته وخرجوا بره العربية. هسوق انا يا زين، انت مش كويس. ماشي يا عش. ورجعوا القصر ونرجع عند روح. كان جهز لها الاكل وطلعه لها. روح. ايه يا صقر؟ قومي كلي علشان انتي لازم تاكلي. ماليش نفس. قومي بس يلا. وبدأ ان هو يأكلها. خلاص مش قادرة. كلي بس. وخلصت اكل وراح جاب لها عصير. الف هنا على قلبك. شكرا. نام مرتاحة، انا موجود ومفيش اي حاجة هتحصل. تمام. انا كويسة، مفيش حاجة، اطمن. انا عارف ان انا السبب في كل ده يا روح. اللي حصل حصل خلاص يا صقر فعلا. يلا ننام. ومر اليوم عليهم بشكل طبيعي وعادي من غير اي احداث تانية جديدة. وتاني يوم صحي وجهز لها الفطار وطلعه لها. يلا جهزتلك الفطار اهو. ايه الدلع ده؟ بصلها وقعد يضحك. ما هي ضحكتك طلعت حلوة اهي، امال ايه بقى؟ ايه على طول مكشر ليه؟ ايه يستاهل الضحك؟ ده حتى الضحكة صدقة. شايف ان مفيش حاجة تستاهل الضحك. لا طبعا غلط الكلام ده. غلط. لازم نضحك ونبدأ يومنا كده بابتسامة حلوة. ايه خلينا نكشر؟ المفروض تقول ايه اللي يخلينا نكشر؟ احنا ربنا مغرقنا بنعم كتير قوي يا صقر. عندك حق يا روح. اكيد. وخلصوا فطار ومر اليوم وهو عمال يعمل لها كل حاجة ومخلي باله منها على الآخر. وتاني يوم لقيت صقر نزل في أوضة سرية برضه. عايزة أعرف إيه حكاية الأوضة السرية دي. ونزلت وراه ودخلت الأوضة. وأول ما دخلت تلاقي مجرد كرسي هزاز ومكتب صغير ولوحة موجودة بس متغطية. طب ما الأوضة ما فيهاش حاجة خالص أهو. أمال بيعمل إيه هنا؟ وإيه اللوحة دي؟ وليه متغطية بالشكل ده؟ يا ترى فيها إيه؟ وراحت قربت منها. وكان صقر في الوقت ده في التواليت. لازم أشوف اللوحة دي قبل ما يخرج. وشالت من على اللوحة وتتصدم. ايه ده؟ دي انا. معقول؟ وبتعمل ايه هنا؟ اللوحة دي مرسومة بقالها كتير قوي، مش جديدة. يعني انا مش فاهمة حاجة خالص. هو راسم صورتي ليه؟ وهو خرج في الوقت ده. انت ازاي اصلا تدخلي هنا؟ انت اكيد حصل لعقلك حاجة. انا مش هعديلك اللي حصل ده بسهولة، انت فاهمة؟
صورتي بتعمل ايه هنا؟ وخرج من المكتب وشدها. اللي على اللوحة دي أنا. انت بتدخل تقعد في المكتب ده بالساعات وفي اللوحة دي ليا أنا، ده معناه ايه؟ رد عليا. مالكيش دعوة أصلا. انت لازم تفهمني، واللوحة دي قديمة كمان مش جديدة خالص، أنا ماما رسامة وأقدر أفهم كلامي ده كويس. روح. قولي انت تعرفني منين وعايز مني ايه؟ الحكاية مش انك عايز تبعدني عن القضية، لأ، ده شكل في حكاية أكبر من كده كمان. انت فاهمة غلط. طب قولي انت الصح، قولي أنا مش فاهمة حاجة. مش هقدر. ازاي مش هتقدر؟ انت لازم تقولي كل حاجة واعرف. قول بقولك. روح لو سمحتي، لو سمحت انت قول واخلص بقى. انت مالكيش دعوة خالص، ودخولك في المكتب ده بالشكل ده انا هعرف اعاقبك عليه ازاي. وراح شدها من ايديها جامد ووقعها على السرير. انت بتعمل ايه؟ حسك عينك يا روح تفكري تدخلي اي مكان، انا مش هسمحلك بيه، انت فاهمة؟ صقر لا مش فاهمة. واحدة مقرفة زيك تسمع الكلام من غير كلام. محدش مقرف غيرك انت يا حقير. انت مقرفة وانا مش قادرة ابص في وشك وقرفان منك. حرام عليك. انت دخلتي المكتب السري وده ما ينفعش خالص، انت فاهمة؟ ليه؟ من غير ليه؟ مش بتاعتك. بتاعتي انا مراتك. مصدقة نفسك قوي كده؟ وقفل الباب عليها وخرج ونزل ركب العربية وفضل يلف. ما كانش ينفع تشوفي اللوحة دي يا روح، ما كانش ينفع خالص. وهي فضلت على السرير وقعدت تعيط. انا مش عارفة اعمل ايه. انا حقيقي تعبت ومش عارفة، انا عايزة امشي من هنا، ده شيطان مش بني ادم. انت لا يمكن تكون بني ادم. اعمل ايه يا رب؟ وقامت علشان تتوضى وتصلي، وهو رجع الفيلا ودخل لقاها بتصلي. حرما. جامعا ان شاء الله، اظن انها بعيدة عليك مش كده؟ ليه يعني؟ كده. وراح مسكها من ايديها جامد على الجرح بتاعها وهي تتوجع. انت كويسة؟ وحس ان ايده تحتها مية. ايه ده؟ في ايه؟ حاسس حطيت ايدي على مية. وشال ايده لقى مكان الجرح بتاعها اتفتح وبدأت تنزف دم. وهي اول ما شافت منظر الدم دوت اغمى عليها. روح. في ايه؟ محتاجة دكتور بسرعة. اعمل ايه؟ لازم اجيب دكتور بسرعة. وبدأ يمشي زي المجنون ووصل قدام بيت دكتور كان صاحبه وخبط عليه. في ايه؟ هو في حاجة ولا ايه؟ تعالى معايا بسرعة. على فين؟ اخلص مفيش وقت. وخده وراح عند روح. مالها؟ حصل معاها ايه؟ وصقر حكاله كل حاجة وقال له إن الجرح بتاعها اتفتح. طيب حالا تروح تجيب لي دول من الصيدلية. ماشي. وراح بسرعة جاب الحاجة ورجع له تاني على الفيلا. خد الحاجات اهي. وبدأ فعلا يخيط لها الجرح ويعقمه لها. مين دي يا صقر؟ مراتي. ايه؟ زي ما سمعت واخلص. محتاجة رعاية وخلي بالك منها وتاخد العلاج ده بانتظام. تمام، اوعى حد يعرف حاجة، انت فاهم؟ ايه يا ابني ما تقلقش. أمجد، لو حد عرف عني حاجة أو حتى عنها يبقى أنت المسؤول الوحيد قدامي. ممكن ما تخافش. ومشي الدكتور وهو قعد وقرب منها وفضل جنبها كده لحد ما من غير يحس نام جنبها. وهي تصحى وتتألم قوي من الجرح بتاعها. روح انت كويسة؟ في حاجة؟ أنا كويس. هو حصل ايه؟ وحكى لها كل اللي حصل. جبتلي دكتور؟ اه. بس ازاي؟ واحد صاحبي. اه تمام. خليكي مرتاحة وانا هنزل اجيبلك الأكل. ونزل تحت وعمل لها كل حاجة وطلع وبدأ يأكلها. اقدر اكل لوحدي. ارتاحي انتي. وبعد ما خلصت اكل جاب لها فاكهة وعصير. كلي دول. هو انت ليه مش بتجيب خدامة؟ مش بحبهم ومتعود اعمل كل حاجة لنفسي وما بحبش يكون معايا واحدة ست في البيت. ايه الاحترام ده؟ الحاجة الوحيدة اللي عمري ما حبيت اعملها في حياتي خالص. عمرك ما بنيت علاقة مع واحدة؟ عمري. الحاجة الوحيدة اللي عمري ما عملتها ولا فكرت فيها. ومش بحب ان انا امشي مع واحدة كده واروح واسهر معاها، والجو ده مرفوض عندي. لا مجرم، عندك مبادئ. ما هو اكيد مش عشان حرام مثلا، ولا انت اصلا حياتك كلها حرام؟ معرفش، بس عمري ما حبيت اعمل ده. وسابها ونزل يلعب رياضة وهي نزلت وراه. ارتاحي يا روح. انا كويسة. بس انتي محتاجة ترتاحي، قلتلك اني كويسة. طيب. وكان عمال يلعب وهي عمالة تبص عليه. عمالة تبص عليا كده ليه؟ وبدأ ان هو يقرب منها. انت عمال تقرب كده ليه؟ وفضل يقرب منها وراح واخد تفاحة من الطبق اللي جنبها. كنت باخد دي. وبعد كده طلع هو ياخد شاور وهي شافت تليفونه ومسكته. لازم اكلم اهلي اطمنهم عليا وان انا كويسة على الاقل. وكتبت رقم امها. وكانت عشقة عمالة تعيط وحزينة قوي ومش سامعة التليفون ولا واخدة بالها منه. ماما ردي بسرعة بقى أرجوكي، مفيش وقت نهائي. وبعد كده عشق ردت. ألو. وروح سمعت صوتها وحست بحزن وعياط عشق ولسه هترد جه بسرعة وشد منها التليفون وقفل الخط. أرجوك سيبني أكلم ماما، أرجوك سيبني أطمن ماما عليا.
انا قلتلك ايه؟ ارجوك، هي خايفة قوي عليا. وضربها بالقلم. اي حاجة تخصني انت ما ينفعش تمدي ايدك عليها. ارجوك يا صقر، ارجوك خليني اكلم ماما. روح، انا قلتلك ايه؟ سيبني بقى يا اخي، حرام عليك، انا مش فاهمه انت اصلا عايز مني ايه وليه بتعمل معايا كده، انا مش فاهمه والله العظيم يا روح. لو فكرت ترجعي تحطي ايدك على اي حاجه تخصني لقطعلك ايديكي دي. انت فاهمه ولا لا؟ مش فاهمه ولا عايزه افهم، انت انسان حقير قوي، انت لا يمكن تكون انسان والله العظيم. ومسكها من شعرها جامد. وبعدين معاكي بقى، انا مش فاهم. وبعدين معاك انت هتفضل مخليني في سجنك ده لحد امتى؟ والله العظيم كلمة زيادة لكون. تكون ايه؟ تقتلني؟ طيب يلا، انا اصلا عايزة اموت، موتني، الموت اهون من ان اكون جنبك. مستعجلة قوي على موتك كده ليه؟ بقولك يلا خلص عليا، مستني ايه؟ روح خلص عليا يا اخي، انا عايزة اموت، سيبني اموت بقى. بقولك اخرسي. مش هخرس. روح. ايه عايز ايه؟ اطلعي على فوق. مش طالعة. موتني، انا كده كده عايزة اموت. وبعدين. وبصت على السلاح اللي في جيب صقر وراحت شدت منه السلاح ده. روح. ووجهت السلاح على دماغها. بلاش جنان يا روح، انا تعبت خلاص ومش قادرة، انا عايزة اموت، سيبني اموت. نزلي السلاح. لا يا صقر. نزلي السلاح بقولك يا روح. وانا بقولك مش هنزل السلاح يا صقر. روحي اخلصي، انا الموت اهون عليا من كل ده. بلاش غباء، انا مش غبية، انا مش راضية بظلمك ولا عمري هعيش فيه. طيب نزلي السلاح ده، فارق معاك ايه يعني اموت ولا لا؟ اخلصي، سيبي السلاح ده من ايدك. وخد منها السلاح وشده منها. اوعي تفكري تلمسي السلاح مرة تانية. وهي قعدت وفضلت تعيط. ممكن تهدي؟ لا مش قادرة. روح، انت انسان ظالم قوي. وخدها في حضنه وفضل يطبطب عليها. ممكن خلاص؟ انا طالعة فوق وعند عشق. انا حاسه ان اللي رنت عليا دي روح. ايوه انا حاسه. عشق؟ انت بتكلمي نفسك؟ في حد رن عليا وبعدين قفل على طول وانا حاسه انها روح يا مهاب. طب هاتي تليفونك. وخد منها ورن على الرقم ده، لو ما ردتش هيشكوا. الو، رنيت على الرقم ده. انا اسف، جيت ارن على حد وكتبت الرقم غلط، بعتذر. ولا يهمك، لما لقيت الرقم غلط قفلت على طول. تمام. ايه يا مهاب؟ بيقول الخط غلط. حاسه انها هي، ويمكن فعلا الخط غلط. حسيت بنفس بنتي يا مهاب. مش عارف يا عيش، حاسه انها بنتي، اتاكد. طيب حاضر. وخد الرقم وراح على الاسم. عايزك تعرف كل حاجه عن صاحب الخط ده. تمام يا استاذ مهاب، في اسرع وقت ممكن. حاضر. طيب اول ما تعرف كل حاجه عن صاحب الخط ده تبلغني على طول. ومشي مهاب. يا روحي يا حبيبتي، وحشتيني يا قلب بابا انتي. ونرجع عند صقر. أكيد دلوقتي راح يعرف معلومات عني، ولو كسرت الخط ورميته الشك هيزيد. الأحسن الخط يفضل زي ما هو، ومحدش فيهم هيقدر يوصل لهويتي الحقيقية. الأحسن أخلي الخط. وطلع لروح فوق وكانت لسه عمالة تعيط. مش كفاية عياط بقى؟ لا ملكش دعوة بيا، أعيط أموت أنا حرة. روح اتكلمي عدل، وأنا بتكلم أهو زي ما بتكلم. روح. كل شوية روح. نعم، اعدلي نفسك معدولة. وبعدين وقبلين بقى. وراح رن تليفونه وكان حد من رجالته. بص حضرتك، عارف الصفقة اللي جاية قربت خلاص. تمام، عايزك تيجي على الفيلا. تمام يا بص، وعايز كام واحد حراسة موثوق فيهم. حاضر. وهي كانت عمالة تبصله بقرف. لمي عينك. بقى انت عايز ايه؟ انت مستفزة قوي. من بعد ما عندك يا روح يا صقر. روح، انا مش ناقص صداع وكلام فاضي. تمام. وبعد شوية وصلوا الرجالة بتاعت صقر. يا ربي مش عارفة أعمل إيه. وكانت زهقانة قوي ونزلت قعدت في الجنينة تحت. وقرب واحد من رجالته. لو قلتلك عندي ليكي طريقة تهربي بيها من هنا. إيه؟ إزاي؟ وطلع كيس سم. خدي ده وحطي له ده وخلصي عليه وانا ههربك من هنا. ايه؟ خدي الكيس بس واخلصي. ومشي من قدامها وهي دخلت جوه وهي مصدومة، وعملت العصير وبصت على الكيس وفتحت وحطت السم ده في العصير.